محتارة تعملي غدا ايه النهاردة وما عندكيش غير صدر فرخة واحد بس او ربع فرخة بالشكل ده. يلا هاتيه معايا بسرعة كده، وهاتي كمان معاه بطاطساية وكوباية شعرية. ايوه زي ما بقولك كده، هنعمل النهاردة غدا اقتصادي جدا وهيكفي العيلة كلها ان شاء الله، وكمان في اقل من نص ساعة. يلا بينا نبدأ وصفة النهاردة. بس قبل ما نبدأ نسمي ونصلي على رسول الله، اللهم ارحم امي واموات المسلمين يا رب العالمين. هاتي بقى ربع الفرخة اللي موجودة عندك وقطعيه مكعبات صغيرة بالشكل ده. طبعا بعد ما تكوني غسلتيه كويس جدا، وكمان نقعتيها في شوية ملح وخل وليمون. بعد كده بقى هتسلقي كوباية الشعرية بتاعتك في شوية مية على النار، تقريبا كده لمدة 10 دقايق. بصوا سلقتها هنا سلق كامل كده لحد ما تكون طرية معايا زي ما انتم شايفين كده. وكمان في نفس الوقت كنت سلقت كده بطاطساية بقشرها، وهنا سلقتها بقشرها علشان انا عايزه ياخد كل القيمه الغذائيه اللي موجوده فيها. عايزه اقول لكم ان اكله النهارده يعني اقتصاديه وفي نفس الوقت مغذيه وفيها قيمه غذائيه عاليه جدا. بصوا سلقتها كده وابتديت بقى هنا كده اقطعها مكعبات صغيره عشان تكون سهله معانا برضو واحنا بنفرمها في الكبه. وبس كده. كده تمام، كل المكونات بتاعتنا بقى جاهزه معانا. هاتي بقى الكبه بتاعتك او الخلاط المتوافر عندك اشتغلي فيه. انزلي بقى كده بالشعريه المسلوقه، وكمان صدر الفرخه، وكمان البطاطسايه المسلوقه. ايوه ما تستغربوش من الشعريه والبطاطسايه، بجد هيضاعفوا معانا الكميه، وكمان يعني هيخلوا طعمها حلو جدا من غير بقى ما نضيف نشا وبيض واي تكاليف. زي ما قلنا الاكله بتاعتنا النهارده اقتصاديه وبسيطه وان شاء الله هتعجبكم جدا. نبدا بقى كده نتبل الحاجات الجميله بتاعتنا. معلقه ملح كده كبيره، وكمان معلقه صغيره من الفلفل الاسود، ونص معلقه صغيره كده من بهارات الفراخ. هضيف عليهم كمان نص معلقة صغيرة من السبع بهارات بالشكل ده. هضيف عليهم كمان كده نص معلقة صغيرة من التوم البودر، ومعلقة كبيرة كده هرمية من البيكنج باودر مهمة جدا عشان ما تكونش معانا مكتومة، وشوية كده من البقسماط الناعم. طبعا لو مش متوفر عندك البقسماط الجاهز ده، يعني سهل جدا ان احنا نجيب رغيف عيش فينو مثلا او رغيفين. بس اهم حاجة كده تشيلي الوش بتاعهم وتقشريه وتضربيه معاهم بنفس الطريقة او بنفس النتيجة اللي هيدانا البقسماط الجاهز. مكعبين مرقة دجاج كمان هنضيفهم عليها. بصي لو مش بتحبيها عادي جدا تقدري تستغني عنها، بس هي بجد بتدي نفس نكهة وطعم الجاهز. اخر حاجة هضيفها بقى معلقة كده كبيرة من الصويا صوص. برضو لو مش موجودة عندك عادي جدا ممكن تحطي رشة سكر صغيرة هتديكي نفس النتيجة. هنضيف كده حوالي معلقة بالشكل ده. وبس كده. هناخد بقى الخليط بتاعنا كده كله ونفرمه فرم ناعم جدا جدا لحد ما يبقى قوامه معايا ناعم قوي بالشكل ده. متقلقيش ابدا انه ناعم قوي، هو مجرد بس ما هتحطيه في التلاجة كده حوالي جدا. هنا بقى كنت محضرة خلطة الكريسبي اللي هو بيبقى لونه اصفر ده، بنجيبه من اي عطار. ضفت عليه كده شوية من خلطة الفيجيتار الجاهز. بس ده انا عاملاه في البيت، ان شاء الله هنزل لكم بالطريقة بتاعته، سهل وبسيط وغير مكلف. وبس كده. هنا جبت بقى الخلطة بتاعتي من التلاجة، طبعا كانت خلاص بقت متماسكة معايا وارتاحت كده حوالي 10 دقايق. ابدأي بقى هنا كده بلي ايدك بدهنة زيت بسيطة، وابدأي كده كوري. بس حاولي تخليها كده صغيرة علشان يعني تعمل معاكي كمية محترمة، وكمان وانتي بتحمرها في الزيت يعني ما تاخدش وقت معاكي وتستوي من بره ومن جوه حلوة قوي بالشكل ده. طبعا من غير بقى بيض ولا لبن ولا اي حاجه. عايزه اقولك لو حابه طبعا تضيفي الكفر الخارجي ده، هتجيبي بيضتين وشويه لبن صغيرين كده ورشه ملح ورشه فلفل اسود وهتحطي فيه. بس بما ان وصفه النهارده اقتصاديه وغير مكلفه بالمره، انا عملتها طبقه واحده بس. يعني اكورها بالشكل ده واعملها مثلا شبه البرجر كده صغنونه، واحطها على طول في خلطه الكريسبي. حابه انت بقى تحطيها الاول في خلطه البيض زي ما تحبي. شايفين بقى العجينه معايا سهله ازاي ومش بتاخد وقت خالص في التشكيل. وزي ما قلت لك لو حسيتي ان هي بتلزق هتزودي عليها شويه بقسماط او معلقه دقيق. وبس كده. ابدأي بقى كده ايه يعني، حطيها في خلطه الكريسبي كده، وقلبيها بقى شمال ويمين، واعمليها الكفر الخارجي. هي طبعا عشان العجينه فيها سنه تلزيق بسيطه، يعني الكفر هيمسك فيها بكل سهوله. بصوا بتبقى شكلها كده. طبعا الحجم ده بتاعك انتي، بس انا شايفه ان الحجم ده مناسب قوي، كمان هيعمل معايا كميه يعني محترمه جدا هتشوفوها دلوقتي معايا.
وبس كده هعمل بقى كل الكمية بنفس الطريقة. هكورها كور صغيرة وبططها تبطيطة بسيطة. شايفين شكلها بيبقى حلو قوي، وكمان يعني سهلة وسريعة، وعملت معايا كمية حلوة جدا. يعني ربع الفرخة مع كوباية الشعرية مع البطاطساية عملوا معايا حوالي 30 قطعة من الناجتس. ما شاء الله كمية حلوة جدا. عايزة اقول لكم والله العظيم ما قعدت، طعمها بجد كان حلو وطريقتها سهلة وما اخدتش معايا فعلا اقل من نص ساعة. في زيت بقى غزير، ويفضل طبعا وانتي بتحمري البانيه بتاعك يكون في حاجة غويطة، عشان يعني في نفس الوقت تحمري كمية وكمان الزيت ما يحرقش معاكي بسرعة. اهم حاجه خلي بالك وانتي بتحطي الناجتس بتاعك تكون درجه حراره الزيت وسط، عشان لو سخنتي الزيت جامد قوي وبعدين نزلتي بالناجتس مره واحده هياخد معاكي لون بسرعه كده من بره ومن غير ما يستوي من جوه. بصوا ما شاء الله، بصوا لونها عامل ازاي. واكيد لو حابه تضاعفي الكميه هتزودي نفس المقادير، وكمان تنفع بالوراك بس، وممكن الاتنين مع بعض. يعني ممكن ورك فرخه مع صدر فرخه، وهتزودي عليهم برضو نفس المكونات، وهتديكي نتيجه حلوه جدا. بصوا شكلها عامل ازاي، ما شاء الله الكفر الخارجي بتاعها حلو جدا، بدون بقى اضافه بيض ونشا وحليب واي تكاليف. ريحتها كمان حلوه جدا وهي بتتحمر. يعني لو عندك اطفال كده ان شاء الله مش هتلحقي تخلصيها زي ما ولادي يعملوا معايا. شايفين. هكمل بقى نفس ما شاء الله نفس الخطوات بنفس الطريقه، ونرجع نقدمها مع بعض. قدميه بقى مع مكرونة مع رز بشعرية زي ما تحبي، المهم ان وصفة النهاردة نقدر نقول عليها كده سوبر توفير بجد، مع طعم خطير. ان شاء الله هتعجبكم جدا. مستنية رأيكم في كومنتات، ولو لسه ما اشتركتوش في القناة اشتركوا عشان ان شاء الله نعمل وصفات كتير اقتصادية الفترة اللي جاية. اشوفكم على خير، وما تنسوش تدعموني بلايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.